عايز تعمل أكلة خفيفة صحية وطعمها يجنن؟ جرب صينية القرنبيط في الفرن. ابدأ بثمرة قرنبيط صغيرة، اغسلها وقطعها زهرات واسلقها في مية مغلية فيها شوية ملح وكمون وقطعة بصل علشان الريحة والطعم. لما تستوي نص سوا صفيها وسيبها تبرد شوية. في طبق كبير اكسر 5 أو 6 بيضات، حط عليهم ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة وبصل أخضر وبقدونس مفروم. وفي طبق تاني اخلط 4 معالق دقيق، معلقة بيكنج باودر، نص كوب مية، وقلب لحد ما يبقى الخليط سايل متجانس. دلوقتي اخلط البيض مع الدقيق والأعشاب وصب الخليط ده على القرنبيط في صينية مدهونة بالسمنة. رش على الوش شوية سمنة سايحة وجبنة رومي مبشورة علشان القرمشة والطعم الغني. دخلها فرن متوسط الحرارة حوالي نص ساعة لحد ما وشها يبقى ذهبي ولونها يفتح النفس، وجرب تغرس فيها سكينة. لو طلعت نضيفة يبقى الصينية جاهزة. نصيحة سريعة: ما تسلقش القرنبيط زيادة علشان يفضل محتفظ بقوامه، وممكن تضيف فلفل ألوان علشان شكلها يبقى تحفة على السفرة. جربها.